باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمينا العجائبي. النهاردة جايين لكم معجزة جميلة جدا جدا من معجزات المحبوب القديس العظيم اللي كلنا بنحبه، الأنبا مينا مطران جرجم. بس قبل ما نتعرف على معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمينا العجائبي. تعالوا بينا نتعرف على معجزتنا النهاردة بتقول ايه. معجزتنا النهاردة بتحكيها دكتورة صيدلانية، وبتقول ان هي ليها مواقف ومعجزات كتير جدا مع الأنبا مينا. بتقول ان علاقتها بترجع بسيدنا يعني لسنوات من اول سنوات الدراسة بتاعتها، فكان لازم ان هي قبل كل امتحان تروح لسيدنا ومعاها الامتحان، جدول المادة بتاعت الامتحان والأقلام والجدول وكل حاجة، وتطلب منه ان سيدنا يصلي لها وتاخد بركة سيدنا. وكان سيدنا كمان بيجيب لها جلابية أبونا عبد المسيح المناهري عشان تاخد بركة منها. بتقول في مرة لما كانت في إعدادي صيدلة، وبعد ما الامتحان خلص راحت لسيدنا، وقبل ما تدخله كانت بتفكر في النتيجة، وكانت في نفسها بتطلب جوا نفسها كده تقول لسيدنا يصلي لها، لأن هي كانت خايفة جدا من النتيجة. لكن سيدنا أول ما دخلت ما ادهاش فرصة ان هي تتكلم خالص، وقال لها ربنا معاكي وهتنجحي وبلاش اللي بتفكري فيه ده. وفعلا نجحت وكان تقديرها جيد. بتقول لما وصلت لسنة تالتة في الكلية، كانت السنة دي من السنوات الصعبة جدا في الكلية من حيث الدراسة بتاعتها يعني، بالإضافة ان هي كان عندها مادة تخلف من السنة اللي قبلها، وإجابتها ما كانتش قد كده في المادة دي اللي هي كانت عندها تخلف فيها يعني. الامتحان كان صعب جدا، ونتائج السنين اللي فاتت للمادة دي كانت وحشة جدا جدا، وكانت قلقانة جدا. في اليوم ده كان صباح عندها اللي هي النتيجة، تطلع النتيجة بتاعت الكلية بتاعتها، وكانت قلقانة جدا. وأثناء ما هي نايمة حلمت بالأنبا مينا واقف لها عند باب كنيسة الملاك اللي في النص يعني الأوسط، وكان حواليه زحمة شديدة جدا جدا وناس كتير جدا. لكن سيدنا بصلها هي بالتحديد وقال لها هتنجحي وهتجيبي في المادة دي مقبول. وفعلا راحت تاني يوم الكلية علشان تشوف النتيجة. جالها عامل الكلية بالنتيجة ولقت ان المادة دي التقدير فيها لوحدها مقبول زي ما سيدنا قال لها بالظبط، ونجحت في السنة دي وعدت بتقدير عام جيد في سنة تالتة من الكلية. بتقول بعد كده بتحكي موقف تاني، انه بعد سنين كتير ليها من الكلية وكده واتجوزت وكمان بقت حامل، ولما وصلت في الشهر الرابع ده كان اول حمل ليها، راحت لنيافة الأنبا مينا عشان يسمي لها المولود. لكن سيدنا رفض بشدة جدا، وكمان رفض ان هو يديها اي حاجة بركة، وقال لها ما معيش حاجة دلوقتي، مفيش بركة دلوقتي، على الرغم من انه كان لسه طالب من الخادم بتاعه ان هو يجيب له صور لأبونا عبد المسيح، وكان معاه الصور. وهي اتضايقت جدا جدا ان سيدنا مرضاش يديها بركة، وكانت بتروح للمطرانية أثناء ما هي حامل، كل ما تروح ما تلاقيش سيدنا في الوقت ده ان هو موجود يعني، لغاية ما جه الشهر التاسع وما تقابلتش مع سيدنا خالص، وحصلت الولادة. بتقول لكن ربنا ما كانش كاتب لها نصيب في المولود ده، وعرفت سبب ان سيدنا ما كانش عايز يسمي المولود او يديها اي بركة. وعرفت ان سيدنا كان عارف بالروح ان المولود اللي موجود اللي هو في بطنها ده مش هيعيش ومش هيكون ليها نصيب فيه. بتقول بعديها بفترة هي كانت حامل وما كانتش تعرف، يعني ما كانتش تعرف ان هي حامل، وراحت لسيدنا ومعاها اخوها وزوجته، وكانت خايفة جدا ان هي تطلب من سيدنا بركة. لكن اخت جوزها طلبت من سيدنا ان هو يصلي لها ويصلي لجوزها كمان عشان ربنا يعوض عليهم ويديهم مولود يعني. لكن سيدنا فتح درج المكتب وطلع منه صورة الرب يسوع هو طفل في المزود، وكان في نتيجة. الصورة دي كانت نتيجة سنة 2000، فقال لها اقطعي النتيجة اللي تحت دي واحتفظي بالصورة وعلقيها على صدر المولود وربنا معاكم. وبتقول في الوقت ده اتأكدت وعرفت ان هي حامل. وفي الشهر التاسع راحت بالصدفة للمطرانية، ولما سيدنا شافها قال لها ربنا هيخلصك بالسلامة. فرحت جدا، وبعدها بأسبوع
ربنا اداها طفل ولد وسمته مارلي ببركة وصلوات سيدنا، وكمان سيدنا هو اللي عمد لها ابنها. وفي الحمل التاني ليها كان بيجيلها قلق شديد جدا وعلى على اللي هي الحمل بتاعها يعني. وفي الشهر السابع حلمت بسيدنا وقالت له صلي لي يا سيدنا عشان انا خايفة جدا. بتقول فسيدنا مسك الصليب وحط ايده على راسها وكان بيضغط بالصليب على بطنها من الناحية اليمين. بتقول فعلا بعد ما صحيت من النوم حسيت بألم في الناحية اليمين من البطن، يعني من بطنها اللي سيدنا كان بيضغط لها بيها على الصليب، بيضغط لها بالصليب على بطنها يعني. وكان سيدنا في الحلم كان بيصلي لها، وبعدين شافته ماشي وهو شايل طفل كده، وبعدين هي فضلت ماشية وراه. فسيدنا قال لها ما تخافيش ربنا هيخلصك بالسلام. قالت له طب انا عايزه يا سيدنا بركه منا من قدسك. قال لها كان لابس سيدنا كوفيه كده على رقبته، فخلع الكوفيه واداها لها. بتقول مرت شهور الحمل بسلام وربنا اداها بنوته. وبعد اسبوعين لاحظت وجود افرازات في عين بنتها اليمين يعني، وفيها دموع كتير جدا، وكان منظرها مش كويس ومش لطيف. فاخدت البنت وراحت بيها للدكتور. كان أستاذ رمض في أسيوط، كان في سنة 2003. والدكتور شخص لها الحالة ان هي انسداد في الكيس الدموي، وده بيمنع تصرف الدموع، عشان كده العين باينة على طول ان هي مدمعة وحصل فيها التهابات. وقال لها دي حاجة ممكن تكون طبيعية مع الأطفال حديث الولادة، و80% منهم بتفتح القناة لوحدها والباقي بيحتاج لعملية تسليك. طبعا كلمة عملية تسليك دي أثرت عليها جدا وكانت خايفة جدا. الدكتور كتب لها مراهم وقطرات تستمر عليها، وطلب منها ان هي يكون في متابعة كل 4 شهور مع تدليك ناحية العين بطريقة معينة، وعرفها ازاي ان هي تدلك الموضوع ده وكده. بتقول في يوم تاني راحت لكنيسة ماري جرجس في جرجة عشان تصلي القداس وتحضر، وكان معاها بنتها الصغيرة، وكانت عينيها لسه منظرها صعب جدا. فكانت متضايقة خالص وقعدت تكلم ماري جرجس وتقوله يعني انت مش قادر تشفيها يا ماري جرجس من غير عملية. حست في الوقت ده ان في صوت بيهمس في ودانها وبيقول لها ما تخافيش، لان سيدنا الأنبا مينا رشمها وهي في بطنك بالصليب. وهنا في الوقت ده افتكرت الحلم اللي هي حلمته، ان سيدنا كان بيرشم بطنها من ناحية اليمين بالصليب لما كان حست بألم في بطنها يعني. ورجعت للبيت وهي كانت مطمنة، وقعدت مستمرة على العلاج اللي الدكتور كان كاتبه لها، القطرات والمراهم، وكانت بتدلك عينين البنت بقوة. وقالت له بركتك يا سيدنا يا أنبا مينا. وبعد كده تاني يوم بنتها صحيت من النوم وكانت عينيها اليمين عادية خالص زي العين الشمال. وفي الوقت ده هي وقفت جميع القطرات والأدوية يعني، وراحت بيها عشان تتابع مع الدكتور، وأكد لها ان العين بقت سليمة جدا وعادية، وده ببركة وصلوات الأنبا مينا. وهي كانت يعني مطمنة لما سمعت الصوت اللي قالها ان سيدنا رشمها وهي في بطنك. الأنبا مينا مطران جرجا ده قديس عظيم جدا، ربنا ينفعنا بشفاعته وصلواته عننا قدام رب المجد. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. يا ريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة يا ريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وأرجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.